تعالوا نشوف النهارده ازاي عملت الافكت التحفه ده على ورق الشجر، وكمان بطريقه سهله وبسيطه. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا ازاي عملت الاختراع التحفه ده. بديل القوالب الجاهزه عملناه بخامات متوفره عندنا في البيت، هيسهل علينا الشغل جدا. استخدمنا ورقه الشجر التحفه دي لما عملنا الفيديو بتاع الورده، والحقيقه النتيجه طلعت قمر زي ما انتم شايفين كده. الورده طبيعيه جدا. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا كل التفاصيل، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك. اول حاجه هنحتاج لورقه اي مقاس انتوا تحبوه، دي مقاسها 7 في 9، هتنيها بالنص كده، وبعدين هرسم عليها نص ورقه شجر زي الرسمه دي كده، وبعدين هقصها وبعدين نفتحها تطلع معانا بالشكل ده كده. دلوقتي هنحتاج كرتونه، وهنحط الورقه كده ونبتدي نحددها على الكرتونه يعني زي كده بالظبط. هاخد بقى خط كده في نص الورقه، وبعدين هبدأ اخد خطوط كده مايلة في الجنب ده وفي الجنب ده كمان، هوريها لكم دلوقتي. يعني المفروض نعمل خطوط كده قصاد بعض بالشكل ده كده. الكرتونة بقت جاهزة. هنحتاج بقى مجموعة من خلة السنان دي، وكمان هنحتاج لبنسة. هبدأ بقى اقص الاجزاء الرفيعة اللي بتبقى في اول خلة السنان دي، ممكن نقصها من ناحية واحدة ونسيب التانية عادي. هجهز بقى مجموعة كده بنفس الطريقة. كده انا جهزت الخشب، ودلوقتي هركب الخشب على كل الخطوط دي، الخط اللي في النص والخطوط اللي في الجناب دي. استخدموا اي نوع لزق بقى واعملوا كده. انا هستخدم النهارده ده. بقت بالشكل ده كده. ودلوقتي هنحتاج مكوة سخنة، وكمان اي سفنجة كده، وطبعا ورقة الشجر اللي عملناها على الفوم. ودلوقتي هنحطها على المكوة السخنة، وبعدين نحطها هنا على طول كده وهي سخنة، ونحط عليها السفنجة ونضغط عليها كويس. طلعت معايا بالشكل ده كده من غير اي مجهود. لو هتعملوا كمية هيفرق معاكم قوي الاختراع ده، وهيسهل عليكم كتير. تعالوا نعمل واحدة كمان. هحط ورقة الشجر على المكوة، وبعدين هنحطها هنا ونحط عليها السفنجة ونضغط عليها كويس. بصوا تحفة ازاي وسهلة قوي. كل التعب بس لما هنعمل في الاول الاختراع ده، وبعد كده هنرتاح وهيبقى الموضوع سهل جدا. دلوقتي هنحتاج كمية قليلة جدا من اللون البني او الاحمر ومن اللون الاصفر، وبعدين ورقة الشجر. الالوان دي اكريليك، وقلت البدايل بتاعتها في الفيديو بتاع الوردة، هسيبه لكم في الكومنتات. سفنجة صغنونة كده، هبدأ اخد من اللون الاصفر. بصوا حاجة بسيطة جدا، وبعدين هبدأ برضو اخففه على اي حاجة كده، اي ورقة، لحد ما احس ان اللون بقى خفيف قوي في السفنجة. وبعدين هبدأ امشي كده على ورقة الشجر، فيبقى شكلها كده. الحتت اللي داخله لجوه دي هيبقى الاخضر فيها غامق، والحتت اللي بره دي هيبقى دخل عليها اللون الاصفر شويه، فهتبقى فاتحه. وبنفس الطريقه هاخد من اللون البني ده، وبعدين هخففه جدا برضو، وبعدين هبدأ امشي على حرف الورقه كلها. فتطلع معانا بالشكل ده كده. بعدين هستخدم السلك ده، اسمه سلك منشر رفيع، وهستخدم كمان اللزق الاخضر ده بيتجاب من محلات الورد، وهبدأ الف بقى السلك ده كده كله بيه.
وبعدين هستخدم اي لزق زي كده يكون يعني امير لزق سايل احسن من الشمع، وهحط في الطرف ده كده، وبعدين هلزق عليه ورقة الشجر. وكده بقت جاهزة ان احنا نستخدمها مع الورد. وزي ما قلت لكم انا عملتها مع الوردة دي، شايفين حلوة ازاي؟ بجد الفكرة حلوة جدا وسهلة، وياريت تنفذوها علشان هتسهل عليكم جدا عمايل الورد، وهتبقى احلى كتير من ان انتوا تفضلوا تخططوا بايديكم وتبقى الاشكال مش منتظمة او تتلخبطوا فيها. وطبعا ما تنسوش تشوفوا الوردة القمر دي، هسيبها لكم في الكومنتات. كمان هسيب لكم الفازة اللي انا حطيت فيها الوردة، كمان هسيب لكم الفازة اللي حطيت فيها الوردة دي، هتعجبكم جدا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.